دلوقتي ابدا الفيديو اللي انا اتكلمت عليه ان انا هعمله النهارده على موضوع حسام حسن مدرب للمنتخب، هو ابراهيم حسن واللي الفريق اللي هو هيختاره معاه. الفيديو اللي انا بعمله ده يعني عبارة عن بعض المقترحات للناس، سواء كانوا جماهير او اعلاميين او اعضاء اتحاد الكورة او اي حد له علاقة بكرة القدم او بالرياضة موجود حاليا وبيتفاعل مع تولي حسام حسن وابراهيم حسن التدريب او تدريب المنتخب. دي مقترحات تقدر تسميها نصايح من واحد من جمهور الكرة، طبعا زملكاوي وكل حاجة، قديم يعني بشجع من زمان قوي، ويعني من قبل ما حسام حسن يلعب كورة مش بس يدرب. فهو ممتاز في التدريب، ممتاز في اللعب، تاريخه كله كويس كرياضي وكواحد عنده حوافز كويسة للفوز وللعب وللتهديف. هو واخوه الاتنين عندهم حمية جامدة جدا ودوافع جامدة جدا رياضية بحتة وجميلة جدا، ولازم الشباب اللي طالع يدرس مسيرتهم في كرة القدم وفي التدريب علشان يحاول يستفيد من الخبرة بتاعتهم يعني ومن قصتهم. دلوقتي ندخل في الموضوع اللي خلاني انا اعمل الفيديو ده، اللي انا بعتبره مهم جدا وبتمنى انه حسام نفسه يشوفه. الفيديو ده هدفه محاولة ايقاف الحملة الغبية اللي هي اشتعلت يمين وشمال حوالين الخبر بتاع تدريب المنتخب، تدريب حسام حسن للمنتخب. ايه اللي انا شفته خلال 5 ايام 10 ايام 7 ايام، يعني whatever the time is، مش مهم. اللي حصل في الكام يوم دول اكتر بكتير من حاجات بتحصل لمدة سنة. مش عشان هو اهلاوي او هو زملكاوي، انا عارف انه دايما في مصر في ردود افعال لانواع معينة من الناس، يعني ردود افعال نحو الغني، ردود افعال نحو الناجح، ردود افعال نحو العصبي، ردود افعال نحو الشرس او اللي شخصيته شرسة، وكمان اللي شخصيته قوية. ردود الافعال دي كلها يعني بيئية جدا، يعني مش بيئية يعني واطية، لا بيئية يعني كالتشرستيك، يعني تبع المناخ او الجو او النوع بتاع الناس اللي هم عايشين. يعني باختصار كده عشان ما اقعدش الف وادور، هي حاجة خاصة بالمصريين اكتر من شعوب تانية. موجودة الحاجات دي عند شعوب تانية، بس كل حاجة بنسب معينة. يعني يقول لك ايه هو في حد مش عارف ايه في اوروبا، ايه ايوه فيه زي ما في مصر في اوروبا. يقول لك يعني في حد بينام من غير اكل، في حد بينام في الشارع في امريكا، ايوه فيه. المهم النسب المئويه. احنا عندنا ردود الافعال اللي هي ليها علاقه بالنواحي النفسانيه او النواحي النفسيه، ردود افعال كتيره قوي. وهبتدي اقول لكم اللي انا حسيته وشفته في الاعلام. هعرف منين غير من الاعلام والسوشيال ميديا والتويتر والحاجات دي. دلوقتي حسام حسن اللي هو المناخ بتاعه او الباك جراوند بتاعه، سوري يعني، انه هو ناشئ، هو ابراهيم من ناشئي الاهلي، لعب في الاهلي وهو صغير قوي، وطلع في الاهلي ولعب مع الاهلي وخد دوري وخد كاس وعمل اهداف وبعدين حصل خلاف كده، راح الزمالك ولعب في الزمالك وخد بطولات وهدف، واخوه لعب بمنتهى الجمال وعمل جمهور هنا وجمهور هنا. وبعد كده اتجه للتدريب. لما اتجه للتدريب بدأ يبقى فيه عداء من الجمهور الزملكاوي او الجمهور الاهلاوي، لانه بيدرب الاتحاد، بيدرب المصري، بيدرب مش عارف ايه. فطبعا بيقعد على الدكه والناس تقل، بعض الناس تقل ادبها ويخسروا الراجل اللي كانوا بيموتوا فيه ويحبوه. انا بتكلم على جمهور الزمالك. يعني جمهور الاهلي خسرانه من زمان وللاسف الناس ما عندهاش الوعي الكافي تفهم اللي حصل
وهل ده عنده حق وهل ده ما عندوش حق، وبعدين كده ولا كده ربنا هو اللي بيدي الحق للناس يعني. طيب دلوقتي اللي موجود حاليا في الساحة الإعلامية، نبدأ الأول بالساحة الإعلامية. اللي موجود حاليا هو مجموعة كبيرة جدا من الإعلاميين الرياضيين المتخصصين في كرة القدم، واللي هم بيطلعوا في قنوات سواء محلية أو فضائية، واتكلمت عنهم قبل كده. في جزء منهم كبير محشور حشر لمجرد ان هو له اسم في الملاعب، فبيبتدي يدخل يقول اي كلام ويتهجم على ده ويتهجم على ده عشان يلحق بسرعة يعمل لنفسه برنامج، يعمل نفسه اسم، يلاقي يعني زي ما بدأ مثلا رضا عبد العال بدأ بانه هو يقول اراء، يعني ما يسالوا اسمه ايه ده، اسلام صادق ولا فاروق محمد فاروق، يسالوا اي سؤال يروح قايل لك حاجه عكسيه تماما عن الناس متوقعاها، تقوم انت تقول ايه ده، ايه اللي بيقوله ده، مش دي طريقه للشهره. يعني مثلا واحد يقول مش عارف الفنانه سعاد حسني جميله جدا، واحد تاني يقول له لا يا راجل ده ولا ليها ولا تمت للجمال بصله، تقوم الناس هتسيب اللي قال جميله لان 90 مليون قالوا جميله، واحد بس اللي قال دي ايه، دي قبيحه. ده بقى اللي يمسكوه يقولوا له الله انت ايه اللي خلاك هو انت مين، اسمك ايه؟ يقول لهم انا اسمي محمد عبد العال رضا عبد اي حاجه، صح؟ يبتدي يشتهر ويتعرف فده اسلوب بيتبعوه ناس وبينصحوا بعض يعملوا كده. يعني من ضمن النصائح اللي هي لا اعلاميه اللي هي اعمل كده تشتهر، وفي ناس تهاجم علشان تتشتم، لما تتشتم تشتهر برضو، فدي اساليب يعني. وفي حاجة تانية اللي هي الشخص اللي هو بيبقى باصص لحسام حسن وابراهيم حسن بعين الحقد والحسد. يعني ايه عين الحقد والحسد؟ اللي هو مثلا ايه، تيجي مثلا مثال يعني محمد صلاح اكتر ناس تغير منه هم الناس اللي حاولوا يحترفوا وفشلوا. ليه؟ لانه هو احترف ونجح، وبعدين ناس وصل راتبهم مثلا مش عارف كام مليون، هو وصل كام مليار. يعني الناس اللي هي بتتنافس معاه على الفلوس بتحقد عليه، الناس اللي بتتنافس معاه على الشهرة بتحقد عليه الناس. فالمشكلة في الحقد انه بيخلي الشخص سبجكتيف. يعني ايه سبجكتيف؟ يعني متأثر جدا بغيرته وحقده. تيجي تقول له ايه رأيك في اللعبة اللي صلاح راح رافعها، يقول له لا وحشة. طب ايه رأيك في الشورت اللي لا طويل. طب ايه رأيك في مناخيره؟ يعني بيقعدوا يطلعوا العقدة اللي هي موجودة، اللي هي مسيطرة على مخهم، اللي هي عقدة الحسد والحقد. فالحكاية دي واجهها وبيواجهها حسام حسن يعني لو انت مقعد حسام حسن قصاد 10 من الرياضيين هتلاقي 7 منهم مفقوعين منه. ليه؟ لانه شاطر، لانه ناجح، لانه قوي، لانه ستريت فورورد، لانه يعني عنده كرامة، لانه مناخيره مرفوعة، راسه مرفوعة، ما بيتطيش لحد، ما بيرضاش يسمع كلام الناس الدخلاء. هو على فكرة ذكي جدا وممكن يسمع نصايح وكل حاجة، بس من اللي هو ممكن يديله نصيحة، مش من اي واحد بيخبط. وبعدين الراجل لسه بادئ، ما بدأش يعني بالعربي 5-6 ايام، بصيت لقيت كل الاذاعات بتدي تشكيل الفريق بالنيابه عنه، بيدوا نصايح لحسام يعمل ايه، يا عم انتوا لو فيكم خير ما كنتوا انتوا اللي دربتوا. هقول لكم بقى ازاي تتعاملوا، علشان ده مربط الفرس ومش هخلي الفيديو ده يقعد ساعتين. ازاي تتعاملوا مع حسام حسن وابراهيم حسن لمده العقد بتاعهم. انا ما اعرفش عقدهم مدته قد ايه، وليكن عقدهم لتدريب المنتخب المصري سنه، اتمنى 2 بس لنفرض ان هو 1 واحدة. كويس؟ دلوقتي لازم الناس تبقى حساسة قوي في تعاملها مع حسام حسن، وما تحاولش تتمريص عليه، يعني تعمل بص عليه وتقول له يعمل ايه وما يعملش ايه. دي حاجة. تاني حاجة، اقفلوا بقكم عن المقترحات، مفيش داعي للمقترح. انا على فكرة اشتغلت شوية صغيرة في
في مجال كان فيه مصريين يعني شباب وكده، ولاحظت ان انا كنت مسؤول طبعا عن حاجات كبيره شويه، فكنت لما اجي ادي يعني ابلغ الموظفين بقرار معين هيحصل مثلا من هنا ورايح هنعمل ايه وهنعمل إيه. في واحد او اتنين كانوا يعني دائمي ودائبي الايه الاقتراحات. اول انت ما تقول حاجه هو يقول لك ايه، ولا ايه رايك لو قلت له بعد عده مرات فهمت في الشخص ده او في واحد كمان انه هو ما بيقدرش يسكت، يعني هو عنده حاجه مرضيه. قلت له لو سمحت لما تلاقيني بتكلم وبقول حاجه فيها قرار لازم تفهم ان ده قرار، احنا مش فاتحين مناقشه. فحسام حسن لما يجي يلعب ولما يجي يختار تشكيل مش مفروض حد يفتح بقه ويقعد يعدل عليه، يقول له طب ليه ما خدتش فلان، طب ليه عملت فلان، طب مالكش دعوه بمين هيلعب ومين هيبدل. وبعدين لازم تسيبوه على الاقل اول 6 شهور، سواء لعب ماتشين او 4 او 6 حبي او ودي او حق او حتى ماتشات حقيقيه، ان محدش ينتقده ويفتح عليه بوابه النقد بشكل مبالغ فيه او بشكل حقود. يعني لازم تدوله فوق. انتوا بتدوا الاجانب اللي هم بيجوا يدوكوا على قفاكوا ويمشوا، بتديهم 200 فرصه وبتتخرسوا، وكل ما المدرب يحصل اجتماع ولا يقعد تبص تلاقي كلهم فاشخين بقهم عمالين يضحكوا معاه، ايه مش فاهمين بيقول ايه، ومش مهم يقول ايه، المهم ان هو خواجه. والخواجه ده يعني حاجه منزله من ايه. طب انا شغال مع خواجات بقالي 40 سنه واكتر بصراحه، يعني مش هقول لكم على الحقائق، بس انا يعني احتراما للجميع سواء في امريكا او في كندا او في اي حته اشتغلت فيها مع اجانب حتى في السعوديه، مش هقول لكم ايه الموضوع، هسيبكم هتفهموها لوحدكم. حسام حسن يستحق اكتر مما يستحق اي اجنبي، يستحق التعامل معاه باحترام والهدوء حواليه والبعد عن الحقد والبعد عن المدخلات اللي ملهاش لازمة والمقترحات الغبية، تلاعب مين وما تلاعبش مين، وعملت ايه وما عملتش ايه، وجبت مين في الجهاز الفني وما جبتش مين. نرجو ان الناس تتخرس عن ان هي، انا اسف ان انا بتكلم كده، ما هو اصلا يعني انا بصراحة شايف ناس مش هينفع معاها الا الاسلوب ده، مش هينفع معاها الا انك انت تقول لهم اخرسوا. ما ينفعش تقول لهم ايه رايكم لو مش هم دول ناس عندهم، انا شرحت دافع حقد على شخصيه حسام ابراهيم، وبالتالي يعني عداء، وبالتالي عمرك ما تنتظر منهم نصيحه زي اللي انا بقولها. طب انا زملكاوي وهم اهلاويه، انا عارف ان هم اهلاويه جامدين، انما انا مصلحه مصر ومصلحه الرياضه اهم عندي. شوف كلمه الرياضه دي، عارف يعني ايه الرياضه؟ يعني حتى لو اهلاوي على راسي من فوق، اي واحد اهلاوي لعيب زي احمد عبد القادر مثلا معلش مش عايزين ولا حاجه، بس يعني قصدي انه اي لاعب كويس حريف لازم هقول لكم عليه حريف. انا كتبت وعملت فيديو كذا فيديو على محمد عبد المنعم من اول ما طلع، يخليه يعني كارلوس البرتو ده ولا يخليه بيكن باور بتاع مصر. ليه؟ لان دي حقيقه، الاعتراف بالحق فضيله، الاعتراف بالحق فضيله. حسام حسن وابراهيم حسن من اشهر واعظم نجوم الرياضه في مصر. محمد صلاح اعظم نجم مش بس في مصر، يعني اعظم نجم حاليا في اوروبا وخلال 5 سنين اللي فاتوا دول، ودي ما تتعارضش مع دي. الاتنين فخر لمصر، الاتنين عظماء، والناس بتحاول توقع ما بينهم. لا، الناس حسام حسن وابراهيم حسن ومحمد صلاح مخهم يوزن بلد. الناس اللي وصلت للمستوى اللي هم فيه ده مخهم يوزن بلد، ومش هيستمعوا للتخبيط وللتوقيع بتاع الناس اللي فشلت. ما هي الناس اللي بتتكلم دي وبتحاول توجد لنفسها مكان، دي ناس فشلت اصلا. يعني ايه فشل؟ يعني لو قارنته بحسام حسن تلاقي حسام حسن ياخد 10/10، وفلان الفلاني ده اللي قاعد يتفتف ياخد 3/10. ده معناه ان هو فشل.
ونفس الشيء لو قارنت اي لعيب عامل نفسه فله وهيتكلم على محمد صلاح فله، خلي بالكم فله دي ياخد 3 من 10، محمد صلاح ياخد 10 من 10. نفس الحكايه. انت بتتكلم على قمتين كبار عمالين توقعوا بينهم. انتوا مين؟ انتوا مفروض تحطوا بقكم زي الفلسطينيين ما بيقولوا، تحطوا لسانكم في حنككم، يعني في تمكم، ما تتكلموش، اسكتوا. اقفل تمك لغاية الراجل ما يبدأ يدرب ويبدأ يدخل ويبدأ يلعب ويبدأ يجرب ده ويجرب ده. انا عندي ثقة عمياء انه حسام حسن هيعمل احسن من ال4 مدربين اللي جم ولا 5 اللي جم بعد حسن شحاتة. هل هيعمل زي حسن شحاتة؟ We don't know. maybe. حلوة الانجليزي دي، يعني بننوع شوية. يعني ما نعرفش كويس. المبالغة في العظمة والغرور وحش، والاحتكار وتكسير المقاديف وتهبيط العزايم وحش. خلينا معتدلين، نفهم يعني ايه حسام حسن وابراهيم حسن، نتعامل معاهم ازاي. كلنا عارفين ان هم عندهم كرامة وما يحبوش حد يتمريص. يبقى انت تقعد تنقر بقى في الحتة دي؟ اتخرز بقى علشان خاطر يعرفوا يشتغلوا. سيبهم يشتغلوا، ما تقعدش تتكلم وتنتقد. ساعدوهم ينجحوا، ما تساعدوهمش يفشلوا. زي ما قال المذيع ده، مذيع كويس هو، يعني حلوة كده، قال لك ان في ناس مش عايزاه ينجح. ايوه انا معاه، في ناس مش عايزاه. ايوه الناس دي دخيلة، الناس دي زي الجواسيس كده، مفروض يتعاملوا يتقبض عليهم. يعني يا جماعة ادوا الناس وقت، وادوا الناس مساحة، وادوا الناس صلاحيات، وسيبوهم يشتغلوا. ثقوا فيهم. trust them. كويس. لما هتثقوا فيهم هيشتغلوا، لما هتشجعوهم هيشتغلوا، واللعيبة هتحبهم. دلوقتي اللعيبة هتتأثر بالكلام اللي عمال يتنطور ده، اللعيبة نفسها هتتأثر. ما تقعدوش تخربشوا، يعني في تمثال ما تقعدوش ترموا عليه شحم وترموا عليه مش لانه هيبقى خلاص ما بقى فقد يعني مش عايزه كلام. انا يعني مش بطول الفيديو ولا حاجه، انا اقول لكم سلام عليكم، وارجو ان تكون الرساله وصلت وفهمتوا انا قصدي ايه من ناحيه حسام وابراهيم وازاي نتعامل معاهم. هدوء وبلاش احقاد وبلاش حسد، وسيبوهم يشتغلوا. دول اكتر ناس ممكن ينجحوا عن المدربين الكتير قوي اللي جم بعد حسن شحاتة والجهري. دول المدربين الوحيدين اللي ممكن يعملوا حاجة احسن من كروش اللي هو كان بيخبط. ومش همسك واحد بقى، بس هم كلهم كانوا بيخبطوا. حسام حسن وابراهيم حسن هيظبطوا الدفة بإذن الله. ادعوا لهم وقفوا معاهم وشجعوهم، لأن المصريين يستحقوا التشجيع، ما يستحقوش تكسير المقاديف. وألف شكر.